السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة هنتكلم فيها مع بعض عن ليه الأهلي بيقع في فخ التعادلات، وليه المستوى الهزيل اللي بيظهر بيه الفترات اللي فاتت، رغم إن الزمالك ما بيستفدش من الإخفاقات اللي ممكن تكون موجودة عند الأهلي في مباراتين قريبين جدا، والفاصل الزمني بينهم كان قريب جدا مع بعض، سواء مباراة سموحة أو سواء مباراة سيراميكا كليوباترا. في مجموعة من الأسباب النهاردة، منها ما هو فني ومنها ما هو إداري، هو اللي محتاجين نناقشه مع بعض عشان يبقى حطيت قدامك كل الخطوط العريضة اللي ممكن تكون واضحة، وتقدر تعرف بيها الفترة الجاية ممكن تكون ماشية ازاي. وهل الناس اللي طلعت وبتقولك ان الدوري أصبح بعيد عن الأهلي بسبب المستوى اللي بيقدمه، ممكن يكون الكلام ده سليم ولا لسه بدري جدا عشان نتكلم في حكاية زي دي؟ هبدأ معاك في البداية من الجزء الخاص بملعب المباراة وما بين الأهلي، وإنه يتعاقد مع شركة استادات على إنه هيلعب على استاد السلام، وبعد كده يتغير مسمى هذا الملعب من استاد وي السلام أو من استاد السلام إلى استاد وي الأهلي. والمطالبة إن يكون الأهلي من حقه يكون عنده ملعب معروف باسمه، بدأ يكون فيه بانرات وبدأ يكون فيه دعاية وبدأ يكون فيه إعلانات تتحط على استاد السلام، بما ان الاهلي اصبح ملعبه هو ملعب السلام، عشان يطلع علينا في بعض التمهيدات اللي ممكن تكون بتتقال في وسائل الاعلام. ويتقال لك في وسائل الاعلام ان استاد السلام في بعض المشاكل اللي ممكن يكون الاهلي بيواجهها، سواء من حيث ارضية الملعب او من حيث بعد المكان عن الجماهير وبعده عن منطقة القاهرة بشكل يعني متطرف شوية، ويخلي لك ان الموضوع بسبب احجام الجماهير عن الذهاب الى استاد السلام، وان جماهير النادي الاهلي ما بتحضرش بالشكل الكامل وبالشكل اللي ممكن يكون جماهير او مجلس اداره النادي الاهلي بيطمح فيه. وطلع كولر في المؤتمر الصحفي قال لك انا المشكله بالنسبه لي ان انا شايف ان ارضيه ملعب استاد القاهره هي افضل حالا بالنسبه لملعب استاد السلام، وده هيكون الاتجاه الارجح الفتره الجايه، ان الاهلي ياخد ملعبه هو ملعب استاد القاهره بدلا من استاد السلام. الحقيقه انا شفت ان التصريح الخاص بارضيه الملعب ده هو تصريح في بعض الشماعات اللي ممكن تكون موجوده وبتتقال على المستوى اللي بيظهر بيه النادي الاهلي منذ انطلاق الدوري هذا الموسم. خلينا نتفق مع بعض ان ممكن تكون ارضيه الملعب تؤثر على اداء اي فريق بشكل عام، مش النادي الاهلي بس، لكن مش بهذا الشكل. تأثيرها ممكن يكون ايه؟ انه بيعرض لك بعض اللاعبين للاصابات، انه ممكن تكون الكرة ما بتمشيش عليه بالشكل الكامل، فبعض الهجمات بتحبط بسبب ان اللعيبة مش متعودة على انها تلعب على الملعب ده. كل دي مبررات بس تتقال من زمان، لكن انت بقالك قد ايه بتلعب على هذا الملعب عشان تيجي بعد كده وتقول لي والله ده انا عندي مشكلة في الملعب ده ومش عايز العب عليه؟ طبعا الكلام ده مش منطقي جدا بالنسبة لنا. بس عموما خلاص الاهلي بصدد اخذ قرار رسمي من مجلس الاداره بان ملعبه يكون ملعب استاد القاهره بدلا من ملعب السلام. المشكله عند النادي الاهلي تتلخص في انه يختلف عن المواسم اللي فاتت، بس مش اختلاف كبير. ولما تيجي تقارنه بينه وما بين الزمالك ومين اللي ممكن يكون اقرب للدوري، هتلاقي ان الزمالك بيقع دايما قدام الفرق الصغيره. يعني مع كامل احترامنا لكل فرق الدوري، بس الزمالك بيقع قدام الفرق الصغيره. وممكن يكون الزمالك عنده حل في الحته دي، وهو انك الفرق اللي بتكون من منتصف الجدول وانت نازل لتحت، لما تبقى بتحاول ان انت بتلعبها وعايز الدنيا ما تعقربش وتتعقد بالنسبه لك، بتعمل ايه؟ بتجيب فيها جون اول ربع ساعه مثلا، يعني بتهتم ان انت اول ربع ساعه تخلص على طول. لكن مشكله الاهلي الموسم ده انه بيقع قدام صغير وكبير. خلي بالك الاهلي لسه ما لعبش فرق من الفرق القويه. طب ايه سبب المشاكل الفنيه اللي ممكن تكون موجوده عند الاهلي؟ اولا، كولر في المؤتمر الصحفي لما كان بيتكلم عن بعض المشاكل اللي موجوده، وبعض الصحفيين سالوه وقالوا له والله انت شايف من وجهه نظرك ان الخطا يسال عنه الشناوي؟ اتكلم بشكل صريح جدا. طبعا انتوا عارفين ان الاجانب عندهم يعني عنصر الصراحه اعلى مننا بكتير شويه، ودايما بيكون كلامهم سيريس وحاد، ما بيخليكش ان انت يعني ايه تفهم الكلام بمعنيين. فقال له ممكن يكون في عقاب اذا اتضح ان في خطأ، واللي لازم يتعاقب المدافع او المان اللي كان موجود مع احمد رمضان بيكهام، على اعتبار ان هو اللي كان مسؤول عن التغطية، وان ده ما يحصلش من اللعيبة. كمان قال حاجة مهمة جدا جدا جدا،
رغم ان انا مختلف انها تتقال في وسائل الاعلام، لكن هو قالها وصرح بيها بشكل صريح. اكيد كلكم تابعتوا المؤتمر الصحفي لما قال له انا حاولت العب بيرسي تاو في مركز خط الهجوم وجاب لي جونين في مباراتين ورا بعض، لكن بعد كده ما ظهرش بالشكل المثالي. وقال له كمان ان فراوده النادي الاهلي او مهاجمي النادي الاهلي ما حدش لهذه اللحظه قدر ان هو يقنعه بمستواه. هنا المشكله اللي اتكلمت عنها مرارا وتكرارا واتكلمت عنها كتير جدا، قلت لكم قناعه مجلس اداره النادي الاهلي بان عنده مجموعه من اللعيبه المميزه اللي ما تستحقش ان انت تعمل صفقات علشانها، وخدوا القرار من الموسم اللي فات ان هم ما يدعموش بصفقات. ده كان قرار خاطئ 100%، لانك كنت بتعتمد فيه على ايه؟ كنت بتعتمد فيه على ان اللعيبه بعد ما تاخد الراحه السلبيه بتاعتهم هيرجعوا لمستواهم تاني. لكن في لعيبه خلاص هي بالنسبه لك هي طلعت كل اللي عندها وما عندهاش انها تطلع حاجه تانيه. يعني النهارده انت خدت قرار الموسم اللي فات انك ما تستحقش دعم، انت النهارده عندك في حراسه المرمى محتاج دعم، في خط الدفاع محتاج دعم بعد اصابه اكرم توفيق. اكيد حتى لو اكرم توفيق ما كانش مصاب وكان بيشارك، فان محمد هاني ما هوش على المستوى المطلوب. انت مشيت محمد شكري في مركز الظهير الايسر وهو عمل مباراه عمره امبارح امام سيراميكا كليوباترا، وانت ما عندكش بديل كفء بنفس مستوى علي معلول. نص الملعب كلنا عارفين ان اليو ديانج عايز يمشي وما هوش بيقدم المستويات المطلوبه. حمدي فتحي وعمرو السوليه بعيد تماما عن مستواهم. المهاجمين نفس الموضوع، محمد شريف مش موجود، حسام حسن بيظهر لك على فترات. شوف انا عديت لك التيم كله كامل هنا وبقول لك انك عندك مشكله في مراكز كتيره، انما تلعب على حته ان اللعيبه لما كانت هترجع بقت في مستواها، اهي ما رجعتش لمستواها. كمان اللاعب المصري فيه عيب خطير جدا لازم تعرفوه، وهو انه لما بيحس انه ضمن مكانه في التشكيله الاساسيه خلاص هو عارف انه كده كده هيلعب، فما بيأديش وما بيطورش من ادائه وما بيظهرش بشكل ممكن يكون بيشدك كمتابع او تحس ان هو ممكن يصنع لك الفارق. برضو قفشه نفس القصه، بعيد وبعيد تماما. خلي بالك الاهلي ما هواش مشكلته مشكله مدرب، وحط تحت الكلمه ان مشكلته مش مشكله مدرب ده مليون خط. ايه الفايده ان انا اكون كمدير فني عندي رؤيه وعندي استراتيجيه وعندي خطه لعب وعندي طريقه لعب هشتغل بيها مع اللعيبه اللي موجوده، والقماشه اللي موجوده عندي جوه الملعب مش هتقدر تطبق الفكر ده ولا هتقدر تفيدني؟ طب انا النهارده هطبق الفكر ده ازاي والعناصر والادوات اللي موجوده بتاعتي مش موجوده في الملعب؟ الاهلي يحتاج الى بعض الصفقات، لان اقدر اقول لك من بعد متابعتي للماتشات اللي عدت على مستوى الدوري كلها ان الدوري للاسف بهذا الشكل وبهذا المنوال وبالمنظر اللي احنا شايفينه ده اعتقد ان هو هيبتعد جدا، خاصة ان الزمالك ممكن يكون ما استغلش التعثر مرتين ورا بعض، لكن وارد الزمالك في حالة استغلاله للتعثر ويركب الدوري وهيبقى فيه ضغوط. لان ما تنساش نقطة مهمة جدا واتكلمت عنها في حلقة وما عجبتش الناس قبل كده لما قلت ان مشاركة كأس العالم للأندية مع النادي الاهلي فيها ومشاركته هيؤجل له على الاقل 3 أو 4 مباريات، فهتتعثر قبل المشاركة في الدوري وتفقد نقاط، تيجي ترجع بعد المشاركه في كاس العالم للانديه وهيؤجل لك كمان عشان دوري ابطال افريقيا، هتلعب هتضغط في الوقت، هيبقى كل يومين والتالت هتلعب ماتش، هتفقد مزيد من النقاط. هنا ساعتها هقول لك ان الدوري هيبتعد عنك جدا. لازم يكون في وقفه، لازم يكون في دور حقيقي للجنه الكوره في النادي الاهلي ولجنه التخطيط في مسماها الجديد، ان هم يشوفوا بعض العناصر اللي هم ممكن يكونوا محتاجينها ويبداوا ان هم يطوروا من التدعيمات اللي ممكن تكون موجوده في صفوف النادي الاهلي، والا هتكون النتائج مختلفه خالص عن كل الطموح اللي ممكن يكون جماهير النادي الاهلي بتفكر فيه. ده كان يعني رؤيه فنيه سريعه عن مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا وعن وضع الاهلي منذ بدايه الدوري لحد ما توقف الاهلي عند اخر مباراه. وان شاء الله يكون في حلقات تانية جديدة نتكلم فيها عن مباريات الدوري المصري، واشوفكم على خير واشوفكم في حلقات جديدة ان شاء الله.